اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مميز جدا. ازاي هنسلق اللحمة بألذ طعم، وكمان هنطلع منها احلى شوربة ريحتها هتجيب اخر الشارع، وكمان لونها حلو جدا ورايقة كده وفي منتهى الجمال. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. جبت حلة وحطيت فيها معلقة سمنة فلاحي، وحطيت فيها فصين مستكة، وهبدأ اللي انا اسيحهم بالشكل ده. وبعد كده هبدأ انزل عليها باللحمة بعد ما تسيح كويس جدا. معايا كيلو من اللحمة، تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. وطبعا اللحمة بتاعتنا لازم يكون فيها نسبة من الدهن كده علشان تدينا شوربة حلوة. هبدأ بقى اللي انا اشوح اللحمة بتاعتي كويس جدا. هسيبها لحد ما تاخد لون معايا كده، وبعد كده هبدأ اللي انا اقلبها. واخده لون اهيت زي ما انتوا شايفين. هقلبها بقى على الجنب التاني علشان برضو تاخد لون معايا وتتشوح كويس. بعد كده هنزل عليها ببصلايه متقطعه صغير، وهبدا اللي انا اشوح البصلايه مع اللحمه كويس جدا. الروايح بقى بدات تطلع والمستكه مدياها ريحه حلوه جدا. حطيت كده 3 بصلات سلام وطماطمايه، وهبدا برضو اقلبهم. انا مزوده البصل لان البصل اللي بيبقى مسلوق في الشوربه ده بيبقى طعمه تحفه جدا. لو ما جربتوش قبل كده جربوه. وحطيت حبهان صحيح وورق لورا وفلفل اسود والسبع بهارات. هي دي التوابل بتاعتي اللي انا هحطها، هتدي للشوربه طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم بعد ما حطيت التوابل الريحه بدات تظهر اكتر، حاجه كده تحفه جدا. بعد ما تشوحوا كويس بدات انزل عليهم بالميه السخنه. لازم ميه سخنه، ما ينفعش ميه بارده، علشان لو حطيتيها هتشد معاكي وهتوقف عمليه التسويه. هغطي عليها وهدي النار عليها. سويها على نار هاديه هتديكي نتيجه حلوه. انما لو عاليه السوا ما بيبقاش حلو قوي. احلى حاجه في اللحوم اللي انت تسويها على نار هاديه. لما كانت اللحمه دخلت في 3/4 سوا، بدات اللي انا احط لها الملح واظبطه. ما حطيتش الملح في البدايه. شايفين لون الشوربه تحفه جدا، وما شاء الله ولا عملت ريمه ولا اي حاجه، لان اللحمه بتاعتي حلوه جدا. طبعا زي ما احنا متعودين اللحمه ما بتتغسلش، بتشطفيها بس كده مكان الايد وخلاص. بعد ما استوت ده شكلها ما شاء الله، اللحمه دايبه دوب. وكمان الشوربة بتاعتنا ريحتها جايبة اخر الشارع، ريحتها تحفة جدا. ولونها ما شاء الله بجد حاجة كده جبارة، وطعمها حلو جدا. تقدري تستعملي الشوربة دي في اي خضار، هتديكي طعم حلو جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ شايفين الشوربة رايقة قد ايه ولونها حلو قد ايه؟ بجد بجد ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. واللحمة دايبة ومتماسكة. شايفين؟ حاجة كده تحفة جدا. لو ما جربتيش تسلقي اللحمة بالطريقة دي قبل كده وبتعمليها بطريقة تانية، جربيها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وده البصل بقى اللي احنا حطيناه هاكله دلوقتي. ده العشق بقى، طعمه لذيذ لذاذة. جربوا برضو البصل ده اللي انتوا تاكلوه. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتم منه.